خلينا يا دكتور طارق ننتقل لموضوع تاني، وهو المعتقدات الدينية في مصر القديمة. وطبعا علشان نقرأ عن المعتقدات الدينية احنا بنرجع للكتب أو المصادر اللي جت عن طريق المصري القديم، وواحدة منهم استوقفتني جدا طبعا هو كتاب الخروج للنهار أو كتاب الموتى. النص المكتوب هنا مكتوب ايه؟ التحيات لك يا آمون، السعيد مع الحقيقة، إنك تسير عبر السماء ويلمحك كل وجه، تبحر جلالتك مستقرا، نورك على الوجه واضح، لا يفهم لغة الآخرين غيرك، أنت الواحد الأحد. هو المصري القديم عرف التوحيد أو عرف الرب اللي إحنا نعرفه، الإله الواحد؟ التوحيد كما نعرفه أو كما وصلنا عن طريق الكتب السماوية لم يكن معروفا عند المصريين القدماء، فلا ينبغي أبدا إن احنا نطلق مفاهيم حديثة على مفاهيم قديمة. المؤرخ لابد أن ينتقل بكلياته من عصره الحديث إلى العصور القديمة، ويجلس مع المصريين القدماء حين يمرحون وحين يجلسون وحين يرتشفون الشراب وحين يأكلون. لما يخالط هؤلاء المصريين القدماء ويعيش عيشتهم هنا يقدر يحكم الحكم الصحيح. إنما ما أقدرش أنا أقعد في هذا الكرسي في القرن 21 وأطلق مفاهيم قديمة. فالتوحيد السماوي الخالص اللي هو الديني اللي وصل لنا ده لم يكن معروفا عند المصريين القدماء. التوحيد المصري القديم كان عبارة عن فهم أن هناك خالق للكون، خالق وإله واحد مطلق، ولكن كان هناك بعض مظاهر لهذا الإله منتشرة حواليه، فالمظاهر دي سماها بأسماء آلهة صغرى. يعني هو اعترف بإله واحد لكن لم ينكر وجود آلهة صغرى جنبه اللي هي مظاهر الإله. هكذا فهم المثقفون القدامى عن الديانة المصرية القديمة ونقلوها لنا ووصلنا، لكن احنا في وسط هذا الغبش آلهة بانثيون، مئات الآلهة المصرية القديمة تنتشر في الديانة المصرية القديمة عاملة غبش، مش فاهمة ومش شايفة الصورة صحيحة. لكن هم كانوا عندهم توحيد، لكن ليس كتوحيد المسلمين يعني على سبيل المثال. ابتدى المصري القديم ان هو يقسمهم لمجموعة من المقدسات او التجليات للشمس، وجه إخناتون وقال ان هو في إله واحد في الأفق. عايزين نعرف أكتر عن قصة التوحيد، وهل هو نفس التوحيد اللي إحنا نعرفه؟ بالنسبة لأخناتون، أخناتون كان عنده توحيد. الراجل في ابتهالاته وفي الترانيم بتاعته المنتشرة في المقابر الملكية وفي مقابر الخاصة موجودة في تل العمارنة بيؤكد أن هناك إله واحد مطلق. خلاص، لكن عثر على آثار في بعض المقابر هناك بتؤكد أنهم أيضا كانوا المصريين برضو مؤمنين بآلهة أخرى، فما كانش هو، فده بيؤكد ان الاله ما كانش يعني التوحيد ما كانش توحيد مطلق. لكن ده ما يديناش الحق ان احنا نقول ان توحيد اخناتون كان توحيد مزيف، زي في كتاب حديث طلع The False Prophet او النبي المزيف. الحقيقه انا مش موافق على الكتاب ده خالص، يعني حتى العنوان عنوان خطير جدا، ان انت تطلق انك تزيف توحيد اخناتون. لا، مش مزيف، ده الترانيم والابتهالات صريحة واضحة أنه توحيد وتوحيد مطلق لإله. كيف تقول إنه نبي مزيف؟ هو ليس نبي مزيف. بنلاحظ أن المواطن المصري عنده شغف بأنه يربط القصص المقدسة بشخصيات موجودة في التاريخ، بيحس أن بالإيمان أكتر، بيحس أنه يعرفهم أكتر، بيحس أن الدين موجود في الحضارة المصرية القديمة. لكن بنلاقي ان المؤرخين والناس العاملة في الآثار بتقول ان مفيش اي وجود او ذكر لأسماء الأنبياء موجود على جدران المعابد المصرية القديمة او المقابر. احنا عايزين نعرف بالضبط هو الموضوع ايه. الأنبياء لم يكن ليظهروا على الآثار المصرية القديمة لأسباب كثيرة. أولا، الناس متصورة أو بعض الناس، ودي ظهرت على السوشيال ميديا وبعض المتخصصين للأسف وقعوا في هذا الفهم الخاطئ، إن أسماء زي النبي موسى أو يوسف، هذه الأسماء العربية
بصيغتها العربية اللي وصلت لنا في تطورها الأخير لما ظهرت في الكتب المقدسة بهذه الصيغة العربية يوسف وموسى، هم متصورين هذه الصيغة تظهر على الآثار المصرية بهذا الشكل مطلقا. دي أسماء محورة ومحرفة على مدى التاريخ. أي هي الأصول؟ أصولها أصول أصل مثلا اسم موسى، احنا عارفين انه هو اسم مصري قديم فعلا لكن مش كامل. يمكن اللي ذكر الحكايه ان اصل ان موسى مصري فرويد في كتابه موسيس اند مونوثيزم في موسى والتوحيد، قال والله هو موسى ده اسم مصري قديم، يا اما اصله يعاح موسى يا رع موسى يا مثل هذا القبيل، والمقطع الاولاني ده سقط واصبح لنا موسى هو المتبقي. طيب احنا هنعرف منين؟ ما عندنا كتير موسى وكتير رع موسى في الحضاره المصريه، فيمكن احنا بنقابله بس احنا مش واخدين بالنا على الاصل. فمن هذا المنطلق، وايضا في نقطه مهمه جدا لازم نتكلم فيها، مفهوم النبوه. مفهوم النبوه هنا مفهوم لابد له من بعض التوضيح. النبوه في اصلها في اللغه العربيه كلمه نبي، نبي هي نبيء، والنبي في اللغه العربيه هو الشخص المبرز المميز في قومه، مشهور بصلاحه وبدينه وبتقواه، ولذلك سموه نبي، ظاهر بارز. ليس دائما معناه انه مرسل من عند الله، وانما هو شخص مصلح. فمفهوم النبوه الديني اللي احنا نفهمه في العصور القديمه كان يختلف. يعني هو كان قاعد معاهم موسى هم عارفين ان هو مش نبي بقى مرسل ولا كلام، ممكن يكون شخص مصلح مدين، وعارفين ان هو شخص تقي وورع. لكن مفهوم النبوه في القديم غير مفهومنا دلوقتي، نظرتنا ليه كما عرفناها من الكتب المقدسه غير نظرتهم هم عايشين معاه. يعني ما كانوش شايفينه كنبي، ولذلك ممكن ما يظهرش في الاثار. وبعدين نبي موسى لما مشي ما ماتش في مصر، مات بره، يعني مات بره، فبالتالي ملوش مقبره هنا عشان له اثر. فانت النهارده ممكن يظهر على بعض الاثار اللي هم كان الناس المعاصرين ليه، لكن احنا اسمه الكامل ايه؟ ما دي نقطه. كان ظهر باي صيغه ممكن نكون بنقابله فعلا، لكن مش عارفين نحط ايدينا. نيجي للسؤال اللي قتل بحثا، فرعون لقب ولا اسم؟ مؤخرا ظهرت كتب ومؤلفات كتيره انتشرت بين ايدين المصريين عن ان فرعون هو اسم شخص اسمه فرعون. والحقيقه انا بستغرب، وللاسف في منهم ناس متخصصين يعني درسوا اثار بس ما معهمش درجه علميه، يعني هم ما درسوش دراسه اكاديميه او هو ما خدوش المنهج الاكاديمي عشان يعرف الحقيقه. هو قولا واحدا هو لقب وليس اسما، لقب زي القاب ملك الوجهين، فده من ضمن القابه. برعو اللي هو برعه او برعو في اصله القديم، وفي الاصل هو كلقب اطلق على القصر الملكي. وبعد ذلك في العصور يعني في العصر الدوله الحديثه وابتداء من عصر ملك تحتمس الثالث على وجه التحديد اصبح يطلق على ساكن هذا القصر. يعني برعو هو لقب الملك ابتداء من عصر تحتمس الثالث. برعو دي في العبرانيه بقت فرعون، ثم اللغه العربيه اضافت لها النون الزائده الاخيره فاصبحت فرعون اللي وصلت لنا في الكتب المقدسه كده. فهو لقب، وانا الحقيقه درسته في الدكتوراه. يعني انا بقول الكلام ده وانا مسؤول عنه مسؤوليه تامه. انا نشرت برديات غير منشوره وبرديات موجوده في الدكتوراه بتاعتي، مئات البرديات تذكر اسم الملك، يعني يقول ايه الالقاب بتاعته، ملك الوجه البحري والقبلي، والاسم الشخص داخل خرطوش، وبعدين برعو مذكوره بقى حوالي 10 اسر بالشكل ده. طب ما لو هو برعو بقى ده اسم شخص، هو عايش بقى 1000 سنه معانا ولا ايه؟ ده معمر معانا في كل البرديات بقى ومطول معانا يعني ولا ايه؟ وبعدين تبص تلاقي برعو وبعدين ايه يجيب لك صيغه التمني له الحياه والفلاح والصحه والكلام ده. انما الاسم الشخص موجود، نلاقي مره اسم ملك واسم تاني وعاشر و20. فبرعون هو لقب 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 لقب. ويا ريت الناس اللي بتكتب ان هو اسم ده يتوقفوا عن هذا الهراء.
لان الحقيقه ده نوع من تزييف التاريخ. انت النهارده بالتزييف الوعي ده من اخطر ما يمكن. دراسه تاريخ جد لا هزل فيها ولا مزاح، لان الغش فيها خفي ينساب الى عقول الناس فيغير من افكارهم ويغير من انتماءاتهم، ولذلك لابد من توضيح مثل هذه المسائل والتجديد عليها.